هي ايه بالظبط الغرامه اللي وقعها النادي الاهلي على امام عاشور؟ وايه اللي بيربط بين مشكله امام عاشور مع النادي الاهلي ومشكله كريم بنزيما مع نادي الاتحاد السعودي؟ وليه امام رفض السفر اصلا مع بعثه النادي الاهلي لتنزانيا؟ الحوار بدا وقت ضربه الجزاء في ماتش وادي دجله والنادي الاهلي، لما دخل زيزو يشوط ضربه الجزاء وطلب امام ان هو اللي يشوطها، لكن ياسر روب مدرب النادي الاهلي قال ان شوط ضربات الجزاء بالترتيب، واول واحد في الترتيب هو زيزو والثاني هو تريزيجيه. وهنا دخل محمد هاني وقال نفس الكلام اللي المدرب قاله، وقال لو حد يشوط بعد زيزو هيكون تريزيجيه، لانه هداف الفريق حاليا ولازم ندعمه زي ما كنا بندعمك الموسم اللي فات. لكن طبعا كلام محمد هاني ما عجبش امام عاشور وشدوا قصاد بعض، وطلب امام من الكابتن وليد صلاح الدين انه يوقع عقوبه على محمد هاني، لكن كابتن وليد قال خلاص دي شده ملعب وهناهم على المكسب. وبسبب اللي حصل امام اتقمص جدا وقرر عدم السفر مع بعثه النادي الاهلي لتنزانيا، وعلشان كده قرر النادي الاهلي توقيع غرامه ماليه على امام عاشور بقيمه 1.5 مليون، ده غير طبعا وقفه من النادي الاهلي لمده اسبوعين. طيب ايه بقى اللي بيربط بين مشكله امام عاشور وكريم بنزيما حاليا؟ شخص واحد بس وهو ادم وطني وكيل اللاعبين، وهو في نفس الوقت وكيل كريم بنزيما وامام عاشور. واللي بيحصل حاليا مع النادي الاهلي من امام عاشور هو نفس اللي بيحصل مع نادي الاتحاد من كريم بنزيما. فهل تعتقد فعلا ان ادم هو سبب المشكله للفريقين؟